الاستديوهات التحليليه في الجزائر، تركيزهم على المغرب، انتقادهم على المغرب، تاركين المنتخب مع بيكوفيتش ومحرز وبولبينا ومركزين على المغرب، ايوب بوعدي واشرف حكيمي فقط. مرحبا بكم إخواني أخواتي. المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الاسكتلندي ب1-0، وتأول 3 نقاط في رصيد المنتخب المغربي. كيد الكائدين وحسد الحاسدين، فالمنتخب المغربي يسجل أول انتصار عربي في كأس العالم 2026. المباراة تميزت بالفرص الضائعة، والهدف ديال الصباري سجلوا في الدقيقة 2، يعني أسرع هدف عربي لحد الآن. في هذا الفيديو غنشوفوا بعض ردود الأفعال العربية والمغربية حول هذا الفوز للمنتخب المغربي، اللي كي يخليه أنه يحط رجل في الدور 32. فنخليكم مع الفيديو ثم نلتقي في آخر الفيديو. شوط مغربي كبير بالطول والعرض، وصباري سجل أسرع هدف عربي في تاريخهم بالمونديال في الدقيقة 2. سلبية واحدة ومهمة أتمنى تتعدل عشان ما نندم بعدين، وهي تسرع قدام المرمى وضياع فرص سهلة، لكن إن شاء الله في الشوط الثاني راح يحسمونها أسود الأطلس بهدف ثاني بإذن الله تعالى. لاعبين تقطع التيشيرت من اجل المنتخب، ولاعبين تجري ورا ميسي بعد البارتي باش تطلب التيشيرت نتاعو. ريت الفرق بين المنتخب المغربي ومنتخباتنا العربيه، ريت الروح القتاليه والجرينتا نتاع لعيبه المغرب اليوم. كيف تشوف المغرب تعادلت مع البرازيل وربحت اسكتلندا اليوم وتصدرت المجموعه، كيف تشوف المغرب وصلت النصف النهائي كاس العالم في قطر. هذا الكل ما جاش من فراغ، هذا الكل جاي من جرينتا، هذا الكل جاي من خدمه. تشوف ماتش اليوم لعيبه تقاتل في الملعب كل دقيقه كل دقيقة. راهي المغرب مركز من دقيقة واحد، راهي المغرب مركز من دقيقة واحد، لعبت قريب 95 دقيقة تقاتل في الملعب، ما خلاهمش يمركيو. فاهم ولا ما خلاهمش يرجعوا في البارتي، سكروه. تعرف معناتها تسكروه الجول؟ سكروه الجول. ما شاء الله اليوم هذه الجرينتا تموت في البارتي، تجيب تقلع الطرح تجيب الربح. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله شي يوم منتخبنا التونسي ولا الجزائري تولي عندهم الروح القتالية هذه اللي عند المغرب ان شاء الله. وكالعاده بعد كلامي هذا برشا باش يسبوني، مش يعجبهم كلامي ويعملوا لي الغاء متابعه. هذا هو الحق، فاهم ولا؟ هذا هو الحق اللي وصلوا المغرب. حاجه اخرى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربي يبقى عليهم الستر وحظ موفق لمنتخباتنا العربيه. السلام عليكم. مبروك يا مغرب، مبروك يا مغرب، وصلت المليون. واحتفل مع المغرب. سامع يا مصري يا جزائري، هذا مغرب التاريخ، هذا مشرف العرب. ألف ألف مبروك لأكاديمية محمد السادس ولملك المغرب وفوزي الأكشع والجمهور المغربي. وشد لي ولدك عليا، أحسن من الاسكتلندي. الثار لا يموت مع المغاربة، التاريخ يكتب. نقطة أمام الهايتيين، يعني عبور رسمي إلى الدور 32. مبروك يا مغربي، مبروك يا مغرب التاريخ. أسمع مرحبا. سامع يا جزائري، سامع يا مصري، لن تصبح المغرب والله. لا 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 لا, لا. سما بحالة. شدي ولدك عليا، شدي يا خالة. يا وربح ربح يا المنتخب ديما تربح. ربح كحل القلب والله ما يفرح. ربح والصباري. قيد ودي عاوتاني عندكم. تاريخ كنعرفطو على مو حنايا. اقسم بالله اسرع بيت في كاس العالم بصمه مغربيه الحمد لله. شوفوا 45 دقيقه دخلنا بها الفيسير كنسمعوها اولي 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 اولي. الله يحفظ هذوك الوليدات والله يسترهم والله يكبر بهم. وبيوتنا اهدافنا كيوت. شتو كونتر البرازيل بيشنيت اليوم بيت ما يمكنش. اهدافنا كيوت ديال بصح. واللي قال لي الله يعطيه الموت. الفرجه الموتعه اقسم بالله. قلت لكم شحال هادي وقلت لكم من بكري ومن نهار بدات الحياه. حنا محزمين بالرجال، سمعتوا؟ حنا محزمين بالرجال، عارفين شكون دايين وعارفين شكون حاطين وعارفين على من مسندين
ولاد بلادنا والله الا ما عمرو يحشموا بينا قسما بالله، يكبروا بينا قدام العالم كامل. مربوحه ان شاء الله، ودوزيام ايطاج نشري النتيجه تكون كبيره، وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب، وفحال ديما عاش الملك. يا عمي تحيا المغرب، يا عمي تحيا المغرب، والف مره تحيا المغرب، اقسم بالله. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم العظمه دي؟ جول في الدقيقه 2، ما بيعتمدوش حد، ما بيعتمدوش حد، لا كبير ولا صغير، لا اوروبي ولا غير اوروبي، مش طبيعيين. الدقيقه 2 جول اسماعيل صباري. يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، هيجننوني والله. ايه التحول ده يا جماعه؟ انت يا ابني لا ولا اوف سايد ولا اي حاجه، يا ابن اللعيبه، يا ابني بص الثقه، بص الشوطه، بوم، يخرب بيتك، يخرب بيتك، بوم 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 بوم، قذيفه، قذيفه الصباري، قذيفه الصباري. ايه يا عم، ايه يا عم، ايه يا عم، ايه يا عم، يا رباه يا رباه يا رباه. في حته تانيه يا مغرب والله، في حته تانيه اقسم بالله، مش طبيعيين. حكيمي القائد، مش طبيعيين، مش طبيعيين، مش طبيعيين. قول يا بلوشي، قول، قول يا بلوشي، قول يا ولاد اللعيبه. يا جدعان هيجننوني، يا جدعان، يا جدعان مش عارف ايه العقليه دي. ازاي تقدر تغير عقليتك من منتخب عربي عادي قوي لمنتخب مرعب، منتخب اوروبي عالمي مرعب، الكل بقى بيعمل له 1000 حساب. يا رباه، يا رباه على الجول وحلاوته، يا لو على ضربه الاوفسايد وعلى الصاروخ اللي طالع من رجليه، وفي الدقيقه 2 نازل يدفن اسكتلندا. هو نازل يكسب اسكتلندا، ما عندوش اصلا، ما عندوش ممكن، ما فيش ممكن وممكن دي، ما فيش ممكن وممكن. انا نازل اكل اسكتلندا واخد ال3 نقاط واتصدر المجموعه وهصعد كده كده اول عافيه على البرازيل. ايه العقليه دي؟ ايه العقليه دي؟ يا الله، يا الله على اسماعيل صباري، يا الله يا الله يا الله يا الله. مين اللي عمل الاسيست، ابراهيم دياز ولا مين؟ قولوا لي في الكومنتات. ما ركزتش مع الاسيست من حلاوه الجول ومن التوقيت. لسه بحضر، يعني بص انا لسه بحضر القعده عشان اصور رد الفعل، وبحط لسه الاستاند وكده، لقيت جول، لقيت جول، بحضر لسه القعده لقيت جول مفاجاه. اللي هو انت لسه هتحضر، انت لسه هتحط الاستاند وهي عشان الدقيقه 2 يعني. طب جول، طب واحد، طب واحد على طول. يا رباه يا رباه. مبروك، مبروك للمغرب من دلوقتي، لان الماتش ده شكلها فيها سكور. مبروك من دلوقتي. كنضيعوا بزاف، ولينا كنضيعوا بزاف ما شاء الله وتبارك الله، مسيطرين، ضاغطين، خالقين الفرص، دايرين الاستحواذ، دايرين بوزيسيون، دايرين العالم، الا الكره مع الشبكه. 1-0 في الدقيقه 2، وكيعتبر هذا اسرع هدف في هذا المونديال هذا لحد اللحظه باسم اسماعيل الصباري، واسرع هدف في تاريخ المنتخبات العربيه في كاس العالم. اصلا الاسم كان مسجل بحكيم زياش في 2022 ضد المنتخب الكندي اللي ماركها تقريبا في الدقيقه 4. جا الصباري ضيع هذا الريكورد هذا، وهذا ثاني اسرع هدف في تاريخ المنتخبات الافريقيه. ولكن حاكمين نوص، حاكمين الدفاع، ولكن في الهجوم كيبان شويه ديال الديشي. عندنا في الهجوم عندنا شويه الخنوس ضيع كره ما تضيعش، الإناوي كذلك، الصباري ضيع الثانيه ما كتضيعش، خلقين 3 فرص محققين للتسجيل، خانقين اسكتلندا. حكيمي بالي شويه ضعيف في الشوط الاول، وناحي كذلك. الشيء هذا كامل يعني الملاعبيه لازم بالهم يستغلوا الفرص، ما يتسهل الدور الثاني عاد تجي مع منتخب كبير، عاد تجيك فرصه ما عاد تستغلش الفرص، عاد تكون مازال ما دخلتوش في المونديال. هو اسماعيل الصبري، سقفها له يا ابني، سقفها له في الزاويه 90. هم دول المغرب ان شاء الله اول فوز عربي. قاعد يقولوا اسكتلندا صعبه، اسكتلندا الفخ، وانا بقول لكم احنا بنواهد على اسود الاطلس. المنتخب المغربي ما كملش ما شاء الله دقيقه واحرز هدف عالمي. مرزبه يا ابني، هاتها له من الشبكه يا ابني، هاتها له. وخلي بالكم من الضرب والتكسيح، عايزين نحافظ على اولادنا. صناعه ابراهيم دياز وهدف اسماعيل الصبري. يتقدم المنتخب المغربي من اول دقيقه. قعدوا يقولوا اشرف حكيمي والقضيه، قعدوا يقولوا مش عارف ايه، والمغاربه بيزيدوا اصرار وعزيمه. وان شاء الله النهارده هنكون اول فوز عربي، هيكون اول المتاهلين رسميا الى الدور القادم المنتخب المغربي. كما شفتوا اخواني اخواتي، فالمنتخب المغربي كيمشي في الطريق الصحيح، ماشي مشكل. كاين بعض النقائص يعني في الفرص الضائعه اللي كانت بالجمله، واللي كيخص المدرب يلقى لها بعض الحلول وبعض الاصلاحات. خوتنا اللي حاضريننا راهم ديما حاضريننا، ما عندنا ما نديرو اليوم.
فكما كيقول المثال ما حدك حاضيني وربي عاطيني. كان هذا هو الفيديو لهذا النهار. كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم وديروا لايك وتشتركوا في القناه وشكرا لكم.